بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا. النهاردة نادي الزمالك بيواصل هزائمه في الدوري العام للمرة الثانية على التوالي، والنهاردة هزيمة من نادي زد الصاعد حديثا للدوري الممتاز. طبعا فريق بدايته قوية جدا جدا، فريق نادي زد، وبياخد مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري. طبعا النهارده طبعا النتيجة انتهت 2-1 بعد 9 دقائق وقت بدل من الضائع. كان في محاولات كتير من نادي الزمالك في الوقت الضايع عفوا للحصول على ضربة جزاء، كلها طبعا كانت محاولات فاشلة، ما كانش فيه اي ضربة جزاء صحيحة ولا اي لعبة فيها شك نهائي. الحكم النهارده كان بصفة عامة كان متميز. النهارده كمان عواد شال هدف ثالث كمان لزد بكل صراحة، والهدف الاولاني للزمالك اللي هو تمريرة ابراهيم انضاي لسيف الدين الجزيري اللي جاب منها الهدف الاول لنادي الزمالك زي ما احنا شايفين. بعد كده طبعا نادي زد طبعا تسيد المباراة تماما، وقدر طبعا يجيب اولا هدف التعادل. طبعا المباراة بصفة عامة بوجهة نظري كانت مباراة إلى حد ما تميل إلى نادي زد بكل صراحة في المستوى والأداء، رغم خسارة الزمالك، لكن طبعا ما شفناش أداء يستحق عليه الزمالك الفوز بكل صراحة وبكل وضوح لحد طبعا ما جه الهدف الثاني لنادي زد، وكان طبعا تمريرة من حاتم سكر للاعب ديبسون جاموني اللي احرز الهدف طبعا زي ما احنا شايفين بكل براعة. طبعا دي كانت تعتبر الهزيمة الثانية لنادي الزمالك. طبعا بيتوقف رصيده عند 8 نقاط ان شاء الله باذن الله. طبعا بعد كده هيبدأ الاهلي يعود في مبارياته في الدوري العام بداية بمباراة المقاولون العرب، ان شاء الله يبدأ يتحسن مركزه في الدوري العام. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.